جماعه انا كل ما اركب العربيه اسال نفسي الناس اللي انا كنت بسمعها زمان دول راحوا فين؟ يعني ممكن حد يفهمني MTM فين؟ ممكن حد يفهمني يعني ايه امي مسافره والشريط ده بقاله اكتر من 20 سنه؟ هل كنت تعرف ده؟ عجزت مش كده؟ هل كنت تعرف ان مايكي شعره ما بقاش سبايكي؟ هلو مايكي انت شعرك ما بقاش سبايكي؟ لا مش في حد سبايكي دلوقتي، خلاص شكلي اتغير. انت حلويت بس شويه. يلا بينا على الحفله ولا ايه؟ يلا بينا يلا بينا يلا بينا. يا امي مسافره وهعمل حفله بس يا ريت ما تجيش على غفله. امي مسافره وانا هعمل حفله ولا الكهرباء تعمل حفله الحفلة دي أنا مستنيها، خدت العربية وجيت بيها من كتر الزحمة حواليها ملقتش حتة أركن فيها، رحت رميها على الرصيف والمنظر كان بره ظريف، ولاد كتير شكلها نضيف، بنات لذيذة دمها خفيف، وجوه ده كان عالم تاني لسه ما بتمطر أغاني، وأنا واقف برقص في مكاني شفت شلة بنات عجباني، كان فيهم واحدة أعرفها بس ما كنتش بستظرفها، قلت معلش أظبطها علشان أرقص مع أصحابها، والصبح طلع علينا والناس مشيت من حوالينا، قعدنا رتبنا ورصينا بعدين طبلنا وغنينا. أمي مسافرة وهعمل حفلة بس يا ريت ما تجيش على غفلة. امي مسافره وانا هعمل حادثه. مايكي يا مايكي، هلو هلو هلو. اروش شاب من 3 شباب في مصر 2003 2004. كنت بقى لا ما شاء الله على الحلاوه، يا عم ما شاء الله على الحلاوه. بتكسف بقى بتكسف. حسيت كسرتوا الدنيا انتوا بالاغنيه دي وبالشريط ده كله. الحمد لله. اولا MTM فين يا مايكي؟ MTM والله احنا موجودين بس كل واحد في حته بقى دلوقتي. حاولنا كذا مره نتجمع تاني بس الدنيا ما كانتش مش مساعدانا يعني شويه. طب لا احنا نتكلم بقى، نرجع من الاول خالص. ارجع يلا ارجع. انتوا لا خليك انت مكان. انتوا اول رابر باند في مصر ومش اندر جراوند يعني كوميرشال. اول حد انزل حاجه تبقى كوميرشال تنزل في السوق بقى كده وبتاع، يعني في ناس كانت بتبتدي بتحاول محاولات واحنا كنا بنحاول من زمان، بس كانت امي مسافره اول حاجه تنزل كوميرشال والناس كلها تشوفها راب يعني. كنت لسه هقول لك هو كان في رحله صعود، لان اللي باين من العامه اللي زيي ان انتوا اول اغنيه اول شريط هيت بقيتوا MTM. اللي الناس فاكره كده بس احنا بقى كتير بقى، احنا قعدنا بقى في 5 سنين 7 سنين قعدنا كده بنحاول بقى. ايه ده انتوا بتحاولوا انتوا 15 سنه مثلا؟ مش ممكن. بجد كنا خلاص يعني كنا لسه بنخلص واحنا داخلين جامعه، كنا اوريدي خلاص بنعمل اغاني وبنسمع صحابنا بقى في اوكي. انتوا الثلاثه؟ احنا الثلاثه يعني. كان اول تاكي الاول بيعمل اغاني راب بالانجلش، وبعد كده ابتدينا انا ومحمود ما تيجي نعمل حاجات، وتاكي راح نجرب نعمل حاجات بالعربي، فالموضوع ابتدى حبه حبه ايه يتطور لحد ما وصلنا. كانت بقى اول واحده انا اسمي مايكي شعري سبايكي كنت اي حاجه وجزمه نايكي. انا عارفاها الاغنيه دي على فكره، يعني اللي باين للناس ان هو اوفر نايت سكسس. لا ده انتوا قعدتوا 5 7 سنين تجربوا قبلها. لا قعدنا كتير. كنا سؤال، انتوا من اسكندريه؟ كلنا من اسكندريه. طب انا في حاجه مش فاهماها، في علاقه غريبه جدا بين الراب وبين اسكندريه انا مش فاهماها. لا الفن عامه في ناس كتير هتلاقيهم اصلا اسكندرانيه. ايه اللي بيحصل في اسكندريه؟ لا بالذات في الراب سين معظم الراب بقى عارفه انت الواحد لما يبقى قاعد كده والبحر بيديكي الايحاء. الالهام. الالهام. ايوه الالهام ولا الايحاء مش فاكر الاثنين. الالهام والايحاء. ايوه فهو بقى القعده يعني انت هنا لما الواحد بيبقى برضه الدنيا مكتومه كده فالواحد مش بيبقى دماغه مش. لا بس انتوا انطلقتوا هنا. بس لا احنا جينا من هناك وقعدنا بقى رحله كفاح هنا بقى. مين اللي دعمكم يعني؟ مين اللي زقكم على لا صدقني مفيش حد معين، بس احنا كانت اول حاجه خالص كان هادي الباجوري المخرج كان بيدور على راب، قصدي سوري على باند وبتاع، فلقى ايه ده في حاجه جديده خالص مختلفه غير انا عايزها، فقال يلا بينا هيعمل لنا احنا وواما. كنا ساعتها احنا عندنا امتحانات فقلنا له ابتدي انت بواما الاول اعمل لهم اغنيه لحد ما نخلص الفاينلز وجايين. لا كنا بنخلص امتحانات فعلا بتاعت كان اخر السنه جامعه تقريبا، والباندين نجحوا يعني. لا بس لا ساعتها بقى جاء بقى في مصطفى صبحي واحمد عفت كانوا عاملين شركه بقى خدونا بعد كده هم زقونا. اوكي. بس والموضوع يعني ابتدى من هناك يكبر بقى حبه حبه. انت عارف الفكره في MTM ان هو
يعني انتوا كنتوا باند مختلف تماما، شباب بتراب وبتاع. مش اغنيه امي مسافره اللي نجحت، لا هو الشريط كله. الحمد لله. وكان حاجه غريبه، يعني احنا ممكن نقول ان الكليب كان طفره، يعني كان حاجه عمرنا ما شفناها، شباب عاملين شعرهم سبايكي بقى وبيغنوا للكاميرا وبيرابوا. أيوة. بالظبط. بس هي فكره ان الشريط كله نجح. انت كنت متخيل ان ده ممكن يحصل؟ لا خالص خالص، احنا اصلا ساعتها كنا مش فاهمين. الشريط اهو، مش فاهمين. الشريط اهو، ايوه مايكي اهو، ما بقاش شعر سبايكي. اوكي، مش لابس كات. مش لابس كات. احنا كنا بنعمل كده جاست فور فن، بنحب حاجه نعملها وخلاص. لان الموضوع دخل في حته بروفيشنال بقى، وجات لنا اعلانات كتير بقى ونعمل مش عارف ايه وبتاع. بس احنا ساعتها كنا لا، احنا عايزين نعمل مزيكا بس، عارفه اللي هو الستايل. مش لا، مش عايزين عامل فلوس. عايزين نعمل بتوع الفن ما بيحبوش الفلوس. قال يعني بقى زمان كنا دلوقتي بنحبها. بس هي ساعتها انتوا كنتوا عاملين لون جديد قوي من الراب ساعتها كمان، ان هو الراب الرومانسي. كل ليله بسهر. كنتوا حاسين انها ممكن تنجح؟ لا، يعني دي حاجه ما سمعناهاش قبل احنا كده. كنا بنحبها اصلا ساعتها الاغنيه كمان، بس ما كناش متخيلين ان هي برضه هتعمل البومينج ده. انت عارف انها لحد دلوقتي لسه بتتغنى بجد؟ انت مش عارف؟ لا يعني، بس هي مسافره عارفها بتشتغل دلوقتي، بس ما اعرفش الناس لسه بتسمع. لا طبعا ما عنديش الاحصائيات قوي دلوقتي. ما حدش عنده الاحصائيات، بس انا بقول لك، انا جايه لك من المطبخ بقول لك بنغنيها. انت على بالي كل دقيقة وكل ثانية، انت بالنسبة لي بالحقيقة حاجة تانية، انت في عيني البنت الكاملة والوحيدة اللي بعيشيها، صدقيني دي مش مجاملة، دي الحقيقة اللي مخبيها، اكيد كنت انت لحظة من الطريقة اللي بعاملك بيها، هي جت اللحظة اللي اجي واقول لك فيها، هقول لك اللي بيا، هقول لك اللي فيا، هقول لك اني ليكي واطلب منك تبقي ليا، وانا عمري ما قلت لاي حد حاجة زي دي، صدقيني بجد انا في حالة مش طبيعية، اسهري فكري بالراحة لو كنت حاسة بيا، جاوبيني بكل صراحة ما تخبيش عليا، وانا عايزك تعرفي اني هفضل جنبك باستمرار، جنبك طول المشوار، جاما كان او نار، انا من غيرك زي جيتار، بس جيتار من غير اوتار. بسهر بقعد افكر، انتي بتحبيني ولا انا بحبك اكتر، كل ليلة بسهر بقعد افكر، انتي بتحبيني ولا انا بحبك اكتر. اكيد الواحد ما ينفعش يعيش لوحده مهما كان، برضو انسان لازم يدور على المكان اللي شايفه في الاحلام، اللي عايزه من زمان، اللي يلاقي فيه الامان والسلام. جبان لما خدعني وخدني وبعني وقال لي كلام قلتي لي انك مالكيش في الدنيا الا انا والسنه اللي قضيتها معاكي كانت هنا، صدقيني انا واثق ان انت بتحبيني ولا يمكن حد يفرق بيني وبينك. ليلة بسهر بقى، عشان بس مش متعود ان انا اغنيها من غير مزيكا، اول مره في حياتي اغنيها من غير مزيكا. ما انا قلت افاجئك، حاسس ان انا فاضل اجيب جيتار واغنيها. دي كانت في الشريط الاولاني. بعدها على طول تاني سنه 2004 عملتوا تليفوني بيرن. الشرايط كلها جاهزه اهي. ده الشريط التاني 2004، تاني سنه على طول. هل انتوا لما نجحتوا كده يعني كنتوا اتفاجئتوا، ولا انتوا كنتوا حاطين بقى خطه احنا هنكمل ازاي يلا تاني سنه؟ لا احنا مش احنا لا ما كناش يعني شويه احنا كنا عايزين نعمل البوم تاني، بس كان في شويه مشاكل انتاجيه بعد الالبوم الاولاني بتاع تليفوني بيرن. كناش فاهمين احنا رايحين فين ولا جايين منين، عايزين نعمل اغاني وخلاص، عندنا رساله وعايزين نحققها، ان احنا ننزل اغاني ونعمل البومز وبتاع. فلقينا الموضوع كان داخل زي ما بقول لك ان هو حته كوميرشال قوي، يعني كل حاجه بتجي لنا اعلانات، بس احنا فين الاغاني هنعملها؟ كنا عايزين نعمل حاجات على امي مسافره، فاحنا عايزين ننزل حاجه جديده. ساعتها بقى رحنا ابتدينا نروح للموزعين وبتاع، وخلصنا تليفوني بيرن. ساعتها كان محمود حتى في الجيش. اوكي، فكانت بقى دي يعني هو لما كان بيقول ان انا بادي الواجب الوطني كان في الجيش فعلا. واخد اجازه اليوم التصوير ده، كانت اصلا صعبه جدا ان هو يطلع من الجيش عشان يطلع يصور. مش ممكن. تليفوني مقفول بقاله اسبوع عشان انا في الجيش وهناك ممنوع، دلوقتي بأدي الواجب الوطني لوحدي. يعني انتوا بتغنوا بجد حاجات؟ ايوه كل حاجات اصلا بتبقى يعني كل واحد بيكتب جزءه. يعني ساعتها كنا الافكار اكتر، كل واحد بيبقى عارف هو هيقول ايه او رايح فين. تاكي كان اكتر واحد بيكتب فينا، فهو عارف حته الرايمز اكتر شويه، بس كان كل واحد لازم يعني بنشوف الموضوع الاغنيه ايه، وانا لو انا كشخصيتي انا محطوط في الموقف ده هعمل ايه. فانا مثلا تاكي ليه كاركتر ومحمود ليه كاركتر وانا ليه كاركتر، فكل واحد انت الكاركتر ايه؟ انا ما باين بتاع البنات بقى. الراجل ده انا ما بحبش اتكلم عن نفسي. هم اللي بيقولوا
بس انا غلبان والله. خدت بالي الصراحه، كنت عايزه اسمعها منك بودني. هم اللي بيقولوا كده، فهم حطوا لي الكاركتر ده، فخلاص انا لازم تعملي الشغل صح، لازم نعمل الشغل صح. ساعتها التليفون اللي كان بيرن ده كان تليفون نوكيا مش كده؟ كان نوكيا. كان في ساعتها كده ماكات كده تليفون. انا فاكره الكليب كويس ده قوي. كان اول بقى حاجه في عارفه اللي هو الكول تونز والحاجات، كانوا لسه بيكتشفوا الاختراعات دي. ايوه. فانا ساعتها بقى كانت دي بدايه الديجيتال بتاع اللي هو دلوقتي الاساس بتاع المزيكا في مصر. تليفوني بيرن ترن 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 عمال يزن، تليفوني بيرن ترن 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 بس مش مهم. تليفوني بيرن ترن 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 عمال يزن، تليفوني بيرن ترن ترن تليفوني بيرن ترن 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 والنهارده يوم اجازتي وانا بستجم، مخلص كل شغلي ومش رايح الجيم ومش طايق اي حد يقول لي لازم اخرج مع صاحبتي. طبعا بعد ما اصلح عربيتي كل ده تليفون من داودي. طب كده تمام الشحن فضي، اسمع رن التليفون مش قادر مش عايز مش سائل مش فارق مش فايق متضايق من الاخر مش مهم. تليفوني بيرن ترن 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 عمال يزن، تليفوني بيرن ترن 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 بس مش مهم. طيب احنا هنا وصلنا ل 2004 لا دي مش كانت 2004. انا عامله ريسيرش بتاعي كويس. اسف التواريخ بس لا انا جايه اصلح لك. انت ساعتها في الشريط ده انا عايزه اتكلم عن اغنيه معينه. اوكي لو سمحت عشان انا بحبها قوي. دلوقتي انتوا لما عملتوا مالكش فيها عملتوا ميكس راي والراب. مين ابن الصيعه اللي اخترع الموضوع؟ كان معانا في الشركه اللي هو الجزائري اللي بيغني في الكورس ده. فكنا احنا طول هتلاقي الالبوم التاني ده كان في حاجات كتير دويتوهات مع ناس، فكنا عايزين نعمل اشكال جديده مختلفه كتير. فساعتها كان هو موجود فعلا، كان صوته حلو قوي في الحته الراي دي، فقلنا نميكس الموضوع. يعني مش انتوا اللي بتقولوه؟ انا فاكراكم انتوا كمان. لا انتوا ما كنتوش ولا واحد فيكم بيقولها؟ خليني افتكر، استني انا نسيت اسمه ايه. كان اسمه عشان بس الراجل عشان نديله كريدت. يا اختي شريط كسر مش كاتبين كده. تصدقني اول مره افتح ايه ده، كاتبين تواريخ ميلادنا هنا. تصدقني ليه كده كاتبين تواريخ ميلادنا؟ انا لسه واخد بالي. انت جاي تكتشف حاجات النهارده؟ منير. لا استني، مطرب منير تقريبا اسمه منير. انت عارف طبعا انا ساعتها بلح ولا كنت اعرف ايه ان انتوا عاملين الميكس ده، بس لما سمعت الاغنيه دي لما كبرت شويه ايوه فضلت اللي هو انتوا كنتوا سابقين زمانكم قوي. ايوه لا اللي هو كمان الفكره بين السيميلاريتيز. احنا كان نفسنا نكمل في نفس الدنيا، بس للاسف بقى يعني كنا قاعدين عندنا خطط كتير قوي. بس طب ايه اللي حصل؟ الانتاج بقى اللي هو اللي كان، انت عارفه اللي هو لما تبقي، مش بحب اتكلم في الموضوع، بس هو احنا كنا ماضيين عقد في شركه يعني، عارفه الاحتكار بقى لو انت مش بنعرف نعمل حاجه اصلا، بنعمل الحاجات ومش بنعمل حفله نعمل اعلان، مش بنشوف احنا عملنا ايه، فين اللي احنا عملناه فين بقى. اوكي ساعتها فالموضوع بطلتوا اللي هو احنا نقعد نشتغل هنقعد نشتغل ونتعب وما فيش حاجه. بعد كده قررتوا ان انتوا ما تكملوش؟ لا انا مش هقعد بقى انا كده. يعني في الاول ما كانش همنا فلوس، بعدين لقينا في حاجات بتيجي مش بنشوفها. لا انت كنا ساعتها قاعدين حتى سايبين اهلنا في اسكندريه واحنا عايشين بقى لوحدينا في القاهره. اوكي. فاحنا بنأجر البيت بقى وبتاع وبنصرف على نفسنا، والمفروض ان احنا بقى نعيش. بس مش عارفين كنا نتعامل. لا الموضوع كان صعب. ده الواحد كان بيقول عايزين نوصل زي MTM. ما هو احنا كنا هي بالظبط. لا احنا كنا نصيب بس. طب تيجي نسمع مالكش فيها؟ نسمعها قوي قوي يعني. نسمعها قوي. وهنغني بالجزائري كمان. ماشي. انا بحب اغني جدا. بس سكوت ما اسمعش الصوت، انا نفسي افهم ليه بتسيب الوقت يفوت. كلنا حنموت نترمي في التابوت، ساعتها مش هتفرق كنت فرخة او كتكوت. مظبوط ما انت عارف كده كويس، بس عادي تفضل هادي والمهم ان انت مقايس. مش شايف قدامك مش فاهم كلامك، كل اللي انت تفضل عايش رايق ومصدق اوهامك. الحياة قدامك احسبها صح، في حاجات كتيرة انت بتعملها ما بتصلحش. اللي راح ما جاش واللي ما راحش، ممكن تنام ما تقولش، ممكن تنزل ما تروحش. هي دي الحياة مأساة ورا مأساة، واللي راح خلاص لازم ننساه. واللي ربنا اداه وفهم الدنيا ده، لما ينزل تحت الارض مش هياخد حاجة معاه. بس سكوت ما تسمعش الصوت، ولما حاجة واحدة تبقى واخدة كل عقلك وحياتك ناسيها، وفاكر انه عادي لما تقسى على اهلك يبقى مالكش فيها. ولو بيتهيألك انك قادر تنسى مشاكلك وتفضل مقضيها، دلوقتي نقدر
لك انك مالكش فيها. انا بحب الاغنيه دي قوي 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 بجد. يا حماس. ايوه قوي كنا بنغنيها واحنا عاملين كده بجد. ايوه. هو من 2004. الشريط اللي بعده كان 2020. هو مش شريط، هي كانت سنجلايه. لا كانت ارجوك ما تفصلنيش. ساعتها كان 2020 بقى. ارجوك ما تفصلنيش. صح انت مذاكره؟ انا مذاكره جدا. برافو. لا بقول لك ايه، انا هارد كور فان. جامد جامد جامد. طب قول لي بقى، اقول لك بقى ال 16 سنه دي كان بيحصل فيهم ايه؟ احنا كنا مستنيين العقد بتاعنا يخلص، اللي هو بتاع اللي معانا بتاعنا مع الشركه عشان نبتدي ننزل تاني. ومحمود كان اوريدي خلاص بقى حصلت الثوره، فقلنا كان محمود بقى راح طلع 2010 2011 طلع على الدنمارك، سافر عايش هناك. بس فبقينا انا وتاكي بس لوحدينا، وعادي يعني كنا من بعيد لبعيد عايشين في نفس البيت كنا ساعتها. اوكي احنا كده عايشين في نفس البيت اصلا بجد؟ من ساعه من اول ما جينا نقلنا هنا واحنا عايشين في اكلين شاربين كل حاجه. في حاجه معينه عايز تقولها لي؟ جينا بقى قلنا ممكن ننزل في 2011. العقد انتهى خلاص بتاعنا، ممكن ننزل براحتنا وبتاع، فلقينا الثوره اغنيه بقى، اغاني ثوريه بس. انترتينمنت راح كده. مفيش مش هينفع. فلما ننزل بقى زي كايروكي بقى حاجات مسار اجباري، حاجات اللي هي ايوه. وهندخل في حته السياسيه دي، يا اما نخلينا نستنى عشان ننزل نكمل في الحته الكوميرشال بتاعتنا. اوكي. فاستنينا لحد ما جت 2015. محمود جه من الدنمارك قال ما تيجي نرجع تاني، يلا بينا. عملنا MTM راجعين، هاشتاج عمل ضجه MTM راجعين، فعملنا ساعتها اغنيه اسمها اغسل مواعين. يعني كنا مستنيين ان هو احنا ما كناش محضرين قوي برضه، احنا كنا قلنا هنرجع وخلاص. اوكي. بس فمحمود رجع تاني الدنمارك عشان ما كناش عارفين نكمل، جات لنا حفلات بس ما كناش عارفين نكمل. بعد كده انا وتاكي بقى جات لنا ساعتها اغنيه بتاعت هروب اضطراري بتاعت فيلم السقا. فعملنا الاغنيه وبعدين قلنا لا نكمل بقى بعديها، فعقبال ما جمعنا الاغاني اللي احنا هننزلها عملنا الالبوم بتاع هروب. فقررنا انا وتاكي نكمل بقى بعد هروب اضطراري. ما كانش ده قراري، ما كانش باختياري، ما كانش فيه قدامي غير هروب اضطراري. قالوا لي مش هتقدر، قالوا لي مش هينفع، قالوا لي ما تحاولش ما تكملش لف وارجع. دلوقتي MTM انا عايزه اعرف مكمل ولا خلاص كده؟ احنا بصي انا كده مكمل. في حد بيقع حد بيرجع يعني. بصي مين وقع مين رجع مين قرر؟ دلوقتي تاكي وقع مني ما اعرفش اختفى راح فين، بس يعني انتوا مش عايشين مع بعض؟ لا خلاص بس مش عايز يكمل تاكي؟ لا ما اعرفش، مش بقالنا شويه مش بيتكلم صراحه. انت لسه بتكلم محمود بتكلم اهو. محمود لسه في الدنمارك؟ محمود في الدنمارك بس بيجي اجازات. اوكي. بس من سنه كده. مفيش مشاريع مع بعض؟ والله عادي، ما مش عاملين بلان قوي. انا بس كل ما بعمل بلان دلوقتي انا عايز اعمل اغاني حلوه. دي الحاجه اللي عارفه اللي عايش. لا بحب اسمع مزيكا، اعمل مزيكا بتاع. كنت انا وتاكي بنعمل كده برضه نفس الفتره اللي فاتت، بس لما تاكي ما اعرفش دخل كده في مود مش عايز يكمل قوي، او مش عارف عمل بوست بتاع النهايه ده من غير ما ياخد رايي، لقيته نزل. انا شفته. يعني انا شفته، انا كمان انا زيك شفته على انستجرام. كتبته النهايه قلت خلاص مش انا اللي كتبته، تاكي كتب النهايه، فاتفاجئت يعني ليه من غير ما نتكلم ولا اي حاجه، فعمل النهايه. طب ده ليه؟ مش عارف. هو كان مش عايز يكمل فكتب النهايه، بس كان على صفحه MTM. ما انا عارف انا عن نفسي انا ايزي خالص. انا ايزي واخده بالي انت عسل. لا والله انا ما عنديش. بس مايكي مكمل. انا مكمل مكمل لوحدك. بصي انا بعمل اغاني ومخلص حاجات وهنزلها المفروض، بس حصلت الظروف بتاعت فلسطين وكده طبعا ما نزلتش حاجه. طب ما نسمع حاجه من بتوع مايكي بقى. ماشي. هي اللي نزلت اسمها على الموجه. نسمع على الموجه. صباحو بيبي لسه مفتح عيني، عايز فيتامين دي، هاتي البيكيني جوه الموجه في جديد، شميز هواي شورت نبيتي، جو منعش وجميل، AC هادي، عصافير عاملين عزف فردي، لا ده بيت تلجي، MC مايكي، MC بيكي يلا بارتي. موجة ماشي فاتح قلبي للحياة، عالموجة ماشي فاتح قلبي للحياة، عالموجة ماشي فاتح قلبي للحياة، عالموجة ماشي فاتح قلبي للحياة. طب انت قلت لي ان انت بتكلم محمود لسه مش كده؟ بنكلمه. ممكن نكلمه والله. هو بعت استنى بس. حوده انت قصيت شعرك؟
الستوري بتاعتك. هو انت ليه انا عايزه اشوفه انا. يا محمود ميم ح ميم واو دال، ازيك؟ ايه الاحوال؟ لا مذاكره كل حاجه، هي مذاكره جدا. هو برضه محمود بيحلو في ايه؟ لا محمود حلو كده يا كده. جماعه ده الشايلد هود دريم بيتحقق دلوقتي، انت مش فاهم ازاي انا مبسوطه. والله احنا كمان مبسوطين. انت فين؟ ثانك يو. بتعمل ايه في الدنمارك؟ في كوبنهاجن. لا في كوبنهاجن في الدنمارك. زي ما انتم شايفين كده جو متلج جدا. سنو البلكونه. الله، اعمل لنا كرة تلج، هات لنا كرة تلج لايف. بتعمل ايه هناك؟ بشتغل وعايش انا وبنتي العزيزه. اوكي. مبسوط طبعا. اي مس مايكي وتاكي حبيبي يا هدى. احنا كمان وي ميس يو قوي. بتغني طيب ولا شغل بره لا كمان؟ مش بغني، بس بشتغل بس، لكن مش بغني. طب انا كنت لسه بسأل مايكي، MTM راجع ولا مفيش MTM تاني؟ والله انا بالنسبه لي شخصيا ام اوت، علشان اكون صريح بكل صراحه. انا ظروفي العائليه لا تسمح ان انا اجي اوت مصر. فانا مش ما اقدرش اجي اوت مصر يعني، وده بقاله كذا سنه الموضوع ده. هم الشباب دي يعني عملوا كذا حاجه في الفتره اللي فاتت، تمام، ودي حاجه كويسه. طبعا مش مبسوط ان انا مش هقدر ارجع، ومش مبسوط ان انا مش معاهم، لان احنا زي ما انت عارفه ان انت مذاكره يعني، احنا اصحاب من ايام المدرسه، انا ومايكل وتاكي برضه اكتر كتير بقى، مش هنعد بقى سنين، مش هنعد يا جيم. اوكي. فطبعا يعني انا نفسي، بس انا ظروفي ما تسمحليش. وانا خلاص انا دلوقتي عايش حياتي هنا ومبسوط والدنيا تمام. عجبته التجربه الدنماركيه اكتر من التجربه المصريه؟ التجربه الدنماركيه لا عادي يا محمود. اول حاجه اكتشفتها في التجربه الدنماركيه كانوا بيتكلموا دنماركي. وانت دلوقتي بتتكلم دنماركي؟ بتكلم دنماركي. انا بقالي 7 سنين تقريبا متواصل يعني. طب قول لي حاجه بالدنماركي. يعني ايه طلعت من ساره او مايكي عقرمه. دلوقتي طبعا شكلي اتغير وقت امي مسافره. فاي حد اقول له تعرف مثلا تعرف اغاني بالعربي، لما اقابل مثلا حد هنا مثلا فلسطيني او سوري او كده، يقول لي اقول له تعرف امي مسافره؟ يقول لي قلت له انا بغني امي مسافره. لا ازاي؟ وصلت اللي هو ايوه انا عارف الصوت ده. هو فعلا نفس الصوت. ايه الحفله دي؟ انا مش صدق. بجد صوته وهو بيتكلم زي ما هو بيغني، مش ممكن. طب هنغني ايه سوا؟ حته من امي مسافره ولا كل اللي حته امي مسافره اهو. كمل لها الحته بتاعتك يا محمود. انا بحب امي مسافره. يلا. وانا بحب كل اللي بسهر، بس نغني امي. هتغني الاثنين. غني الاثنين والثلاث كده. شفتي محمود بيقلش القلش الدنمارك. انا بقالي في الدنمارك دلوقتي. يا لهوي ده وصلنا لليفل صعب قوي. وصلت لديكي الساعه 8 لابس تيشيرت فريق المانيا، بصيت لقيت بيته بقى حاجه ثانيه، والحفله اتملت في ثانيه. طب انا عايزه بقى حته ليا دي بتاعت كل ليله بسهر. انا كل ليله بسهر بقعد افكر في اللغز اللي انا عايش فيه، مش عارف ازاي يتفسر، متاثر من جوه قلبي متكسر. ايوه بعزك انت بس بحبها اكتر. والمشكله ان انتوا صحاب، يا ريت كنتوا اقرب. حاولت اقرب منها، بصيت لقيت سراب، حسيت اني بعيد، لقيت نفسي وحيد بالخطوه اللي هاخدها. هنا افكر من جديد. عارف اني غلطان، رجعي لي تاني، صدقيني انت فهماني، حبك انت اللي يتحس، سمعاني انت حبيبتي وبس. دي احلى مكالمه عملتها في حياتي بجد. ثانك يو بجد. انبسط بقى بقيت يومك، وانبسط بكرات التلج اللي عندك دي. وان شاء الله لما تيجي مصر لازم اخدك نكروز سوا ونعمل نرجع MTM في العربيه ان شاء الله. ميرسي حوده. باي سي يو. مع السلامه. بجد انا مبسوطه قوي بالكروزه بتاعتنا دي. ميرسي جدا. ومبسوطه قوي ان انت هنكمل، وكل اغنيه انت هتعملها انا هقعد اعمل نفس. ايوه مايكي. ما انا بقول لك هارد كور فان، مش هتلاقي زي تاني. دوسي على ده بس وخلاص. طيب قبل ما تمشي لازم تمضيلي بس كده على دي. ده كان جدول حصص. ده كان جدول محدش يعرف، ممكن الناس ما تعرفش يعني جدول حصص زمان. بالظبط كان بيوزعوه، واضح ان ده كانت وسيله للدعايه يعني. زمان فهو مايكي هيمضيلي، وده مايكي يا جماعه نفس الشكل بالظبط، بس مبقاش شعره سبايكي دلوقتي احلى الصراحه يعني. بس هيمضيلي على اوتوجراف. عايزه في انهي يوم الجدول حصه. مايكي تحفه. مفيش قلب اهو، قلب سمايلي فيس هو كمان. تحفه. ناخد بقى سيلفي سارة في جدول الحصص كده، وناخد بقى السيلفي بتاعنا من هنا. اوكي.
مبسوطه انا قوي. موجود والله. انا مبسوطه قوي بجد بالكرمزه دي يا جماعه، بجد التشايلد هود دريم اتحققت النهارده. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. لا ثانية بس، لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. انت هتوصلي عند عربيتي ولا هتسيبيني هنا؟ لا هسيبك هنا الصراحه. انا مش عارف انا في توت طبعا. بديك عربية. انا عايز اروح عند عربيتي. دوسي على ده وبعد كده تسحبي. مش ده البي. دوسي على ده. ايوه دي، ده هو راسمها لك اصلا اهو. سيلكت جير، بتدوسي على ده وبعد كده تسيبي. حطي دي حطيها. مش ممكن بجد مش سواقة البنات معقول دي. كده يعني. الراجل كاتب لك اهو اكتبي دوسي لا وبتاع. هو انا مش عارفه اركز في كل ده. خلاص هو ده ماشي. الفرق بيننا وبينكم. اوكي هنبدا. مين بينكم دول؟ بتتكلمي على مين؟ النساء والرجال. انتوا بتعملوا حاجات اكتر من ده في نفس الوقت. بالظبط، بس مش في إزاي؟ السواقه. السواقه هي أوكي. السواقه بس. ماشي طيب هعديها عشان أيوة. بتصور بس. معلش انا اسف. اكشن. اكشن.